اللي بينا في رمضان مش أي وقت، دي قعدة وصحاب وعلاقات، ودايما نقعد نقول اللي بينا كبير واللي بينا واللي بينا. اللي بينا بنحاول نصلحه مع الأهل والصحاب، بنحاول نقعد نتكلم مع بعض في كل تفاصيله. القعدة اللي هنقعدها هي قعدة صحاب عشان اللي بينا يفضل بينا. رمضان. إحنا رمضان مش بس الفطار والسحور، في على أيامنا كان رمضان بالنسبة له لحظة تحوّل، كان بعيد أوي عن ربنا وقرّب في رمضان. هل حاجة من دي حصلت لِك؟ أنا فاكرة بصراحة يوم كده كنت في الجامعة، ومش فاكرة إيه اللي حصل. أنا عادةً يا باروّح يا كنت سايقة، يا إما في كده كان عم سيد كده ربنا يمسّيه بالخير هو اللي بيروّحني، فأختي كلمتني قالت لي: "أنا هاعدّي عليكِ أنا وصاحبتي هنروّحِك." فأنا يعني ماشي. كان يوميها أول مرّة أسمع شريط عن الصيام لدكتور عمرو خالد، إمم. فكان بيشرح فيه أنواع الصيام، وكان أول مرّة كانت في حياتي عقلي كده اتنوّر إن هو بيقول في نوع صيام اللي هو معظمنا بيصومه، اللي هو صيام البطن ده اللي إحنا ما بناكلش وما إمم. بنشربش. قال لك وده صيام العوام، اللي هو أول ما الأذان بيدَّن يالّا بقى خلاص نشرب بقى السيجارة لا نغلط بقى في الناس ونجيب سيرة الناس إحنا فطرنا. فقال لك ده انسى بقى صيام الثواب بقى وإحنا بنتكلم فيه ده. في بقى الصيام التاني بقى اللي هو صيام الجوارح، اللي هو الخواص، إن مش بس بطنك هي اللي صايمة، أنت جوارحك كمان صايمة، عينك ما بتشوفش حاجة غلط، لسانك مش بيقول، وما لهاش وقت للفطار، يعني الأذان بيدَّن أيوه أنا بطني بتفطر بس أنا جوارحي لسه صايمة. وبعد كده بقى الlevel الأعلى بقى إن أنت كمان جوارحك وأنت كمان بقى وصلت لمرحلة مع ربنا بقى خلاص فصلت، وده اللي كان الرسول بيحاول يوصل له في ال10 الأواخر. إمم. فدي كانت أول مرّة كده معلومة تنوّر، إيه ده! إنه رمضان لازم نتعامل معاه بطريقة مختلفة صح، تمامًا، مضبوط. وإنه لأ، ده شهر نركّز يعني sorry بس هو مش شهر مسلسلات بقى ولا fun ولا سهرات، لأ، ده شهر اغتنم الفرصة زي ما تركيز. بيقولوا، بالضبط. تركيز، هو عبادة، وانت يعني عمرو ايه؟ طب ما تقولي أنتِ الأول وأنا هاقول في الآخر. ماشي. أنا فاكرة إن أنا في رمضان كان أول مرّة كنت الأول ما بالبسش الحجاب أو ما كنتش محجبة يعني، وفي رمضان في سَنة من السنين قررت كده كنت بقى عايقة في نفسي أوي وأحب كل شهر أغيّر لون شعري وبتاع، وبعدين فجأة رُحت لبابايا وقُلت له: "أنا عايزة أتحجب." فالراجل صراحة اتخض، قال لي: "إيه ده؟ ليه؟" وبتاع، قُلت له: "هو أنا عايزة أشوف مين أكتر حد يشوف شعري." ف في رمضان في السنة دي فهمت معنى الحجاب، وفهمت يعني إيه إنِّك مش بس تلبسي الحجاب، إنِّك تحتجبي عن حاجات كتير. إمم. وقتها هو قعد يقول لي: "طب فكّري شوية." مش عارف إيه، "طب نرجع للموضوع بعدين." قُلت له: "لأ." فساعتها قال لي: "طب خلاص خدي الفلوس دي وروحي جيبي الحجاب." ولبست الطرحة في ساعتها، وكنت مقتنعة لإن ربنا حَط ساعتها في قلبي فكرتين. أول حاجة إنِّك شكلِك أحلى من غير الحجاب، وده معناه هيبقى double في الذنب، بالضبط. والحتّة التانية هي فكرة أنتِ عايزة مين يشوف شعرِك غير المِحرم حلالِك. ليكِ الحلال. فدي كانت في رمضان turning point الله أيوه، أيوه. فكانت turning point بالنسبة أنا لي. بالنسبة لي كان رمضان كنت أنا في فترة بعدت أوي، كنت في ثانوي، في الكلية، فجيت قبل رمضان بشهر، شهرين بدأ الشلة ده برضه عمرو خالد كان في الفترة دي، ده إمم، بيصلّي، ده بدأ ما تيجي أيوه نروح تصلّي. له الجوامع آه. ونصلّي معاه. أيوه. فأنا بدأت أصلّي بس لسه، اللي هي الدنيا تمام ماشية بس اللي هو إيه، لسه. رمضان الميزة اللي فيه ال المجتمع كُلّه تحس إن فيه طقوس، فأنت ما بتحسّش إنّك لوحدك، إمم، فتنزل الجامع تصلّي تلاقي الجامع مليان، تلاقي بعد العصر في حد بيقول لك كلمة، إمم. تلاقي التراويح في روحانيات وإيمانيات، البيت كُلّه مشترك في عبادة صيام. البيت تعالَ نطلّع صدقة، تعالَ نعمل في روحانيات معيّنة لو أنت عاوز ممكن تطلع من رمضان حد تاني. دي حقيقة. إمم. فرمضان أنا الجمال بتاع رمضان اللي أنتِ قُلتيه بتاع صيام الجوارح إمم. وصيام البطن، أو إن هي خطوة جديدة في حياتي ممكن أعملها، هو رمضان كُتب عليكم الصيام كما كُتب على الذين من قبلكم لعلكم إمم، تتقون. تتقون. فالأصل في الصيام إنه يعلّمك التقوى. طب إيه هي التقوى؟ اللي هو لو قُلنا
اتقاء اللي هو أنا ماشي في الشارع في شوك، فأنا باتقي الشوك بابعد عنه. فأنا إيه اللي في الصيام بيعلّمه؟ الحلال أهو، حلالك، جوزِك حلالك؟ لأ، رمضان الصبح لأ. الأكل اللي بتحبه حلالك؟ لأ مش هتاكل. الشرب اللي تحبه حلالك؟ لأ مش هينفع تعمله دلوقتي. فبما أن عندك القدرة على إن أنت تمنع نفسك من الحلال امتثالًا لأمر الله، فسهل عليك إنك تبعد عن الحرام. أيوه، أنت عارفة أنا باقول لهم الصيام ده أقوى تمرين للself control. مضبوط. أنت كنت لسه بتتمرن هاقول يعني لك باقعد أقول لهم إحنا الحتة بنقعد في دي الcoaching فرق نقعد ندّي معايا في تمارين الcoaching أوي. كتير، باقول لهم على فكرة هو الصيام إحنا معانا ديننا كل آه، أصلًا اللي إحنا العبادات بندرسه ده هو ده كله تمارين تمام. أصلًا اهم. اللي هي اللي إزاي تبقى الشخص اللي أنت بتدوّر عليه قوي وعندي self discipline وself control هو أصلًا روح صوم، آه. فهو العضلة هو قويت. فرق معاك في إيه؟ يعني لمّا دخلنا بقى في الcoaching حسيت ده يعني في control إزاي وإزاي دخلوا مع بعض وإزاي حسيت إن هُم الاتنين متشابكين يعني إزاي؟ الcoaching في حتة هو بيخلّي الكلام الداخلي أو الحديث مع النفس بصورة أرقى. إحنا التربية اللي إحنا اتربينا عليها أنا باجلدك، فأنت لمّا تكبر هتجلد ذاتك. فأنا لو باحسن الحديث مع نفسي وباحاسبها مش باجلدها، هاتعامل مع غيري بالمحاسبة، وربنا أمرنا بالمحاسبة ما أمرناش بالجلد. فأنت في رمضان لمّا بتبتدي تقرأ القرآن، بتحس إن أنت بتتدبّر المعاني. في فرق، أنا هنا قاعد أقرأه وقاعد أسمعه بمعنى تاني. فمحاسبة النفس هي الأصل. عارف يا عمرو فكّرتني بحاجة وإحنا صغيرين كان دايمًا بيتقال لنا فعلًا الحاجات بشكل فيه stress أيوه. علينا ما هم حبايبي ما كانوش واخدين بالهم أو كانوا فاكرين إن هي دي اللي تربية. دي هتعلّمنا ودي الطريقة اللي هم التربية اللي أصلًا هم اتعلموا اتعلّموا بيها. بيها، فبالتالي إحنا كمان هنطلع كده. بس لمّا بنكبر ونبقى لو إحنا مش فاهمين كفاية اهم. بتسيب جروح وبتسيب حاجات أنتِ الموضوع كان إزاي؟ بُصّي، أنا اللي فرق معايا فكرة بقى إن الواحد لمّا بتغيّري النضارة ودي بتبقى برضه أنا أثّرت فيّا ليه، عارفة لمّا تحسّي زي ما قُلت لكم كده كان يوم مش planned هي حاجة، فحسّيت إمم. إن ربنا كإنه بيقول لي تعالي، message. يعني تعالي. فبجد باقعد أقول لكل حد اوعى لو في يوم جات لك رسالة وحسّيت إن ربنا بيقول لك تعالَ تتجاهلها، أنا بقيت اوعى، ركّز أوي، ربنا الحقيقة بيبعت لك رسايل على طول. إمم. لو ركّزنا بنلاقي فعلًا الموضوع ده، على فكرة أنا اتعلّمت ده بس لسه مؤخرًا يعني من 5، 6 سنين كده، إمم. فكرة الmessages اللي بتيجي وإزاي أقدر أتعامل يعني مع الmessage كده وأبقى فاهمة جاي من وراها إيه ومش جاي من وراها إيه يعني لأ، هي مهمة أيوه، أوي أيوه، ما بصراحة. فيش حاجة صُدفة، أنا بقيت مقتنعة ما خالص، فيش خالص. صُدفة وكل شيء خلقناه بقدر، كل حاجة جاية في الوقت اللي أنتِ جاهزة تسمعيها. وتفهمي الmessage اللي جاية لِك، يعني دي أنا شايفة إن هي skill برضه، يعني مع الوقت بتتعلّميها، إزاي تفهمي الmessage لإن ممكن تبقى جاية لِك في صورة موقف أنتِ كبير مش فاهماه. وأنتِ مش فاهماه. ما إمم. هنا حتّة برضه غير الفهم، في قبلها باحس استقبال، أنا في ناس ما جاهز بتستقبلش، إن أنا أستقبل، يعني حتى الآية بتقول لِك فبشِّر عباد أيوه مين بقى يا رب؟ الذين يستمعون القول فيتبعون، ما قالش يسمعون، يستمعون، يعني أنت قاعد مركّز وبتفهم إمم. وبتستقبل then بتختار منه الكويس تمشي وراه، مش تقعد بس بقى ما تقرفوناش، لأ، بس بقى إحنا السماع درجة والاستماع اللي هو أعلى. بَذْل المجهود، اللي هو أنا مركّز إمم، فيما بين السطور، مركّز بالضبط. هو المقصود إيه من الكلام إمم، ده. وفي حتّة تانية في الcoaching في رمضان، حضرتك لمّا قُلتِ في فرق بين صيام البطن وصيام الجوارح. أيوه. الcoaching بيعلّمك الmindset بتاعك، يعني أنا السلوك في البطن هو نفس السلوك في الجوارح. صح. أيوه. أنا ما إمم. باعملش حاجة وأنا صايم دلوقتي، أنت بتسيستم نفسك بس في أنت سلوك أهو. إمم. بس لمّا باغيّر الmindset اللي هو مش صيام بطن، يعني كده أنت عملت نفس الفعل، إمم. بس أمّا الmindset اللي هو لأ، الفعل هنا لازم يكون بنية. النية عندك هي الهدف من الصيام نفسه، أنا إيه نيتي للصيام؟ فأنا النية بتاعتي بيخلّيني focus في اللحظة، إمم. وبيخلّي الmindset بتاعي أنا فاهم أنا باعمل ده ليه، إمم. مش باصوم زي صح. الناس. واللي يخلّي فرق بين خشوع ده وخشوع ده، ما الاتنين واقفين في نفس السلوك، بس الmindset بتاع ده أنا واقف فين، صح. أنا باعمل إيه، إيه الهدف بتاعي. فالmindset بتاعي لو مش مضبوط في رمضان مش هيبقى مش هيبقى مضبوط. مضبوط. طب عارف بقى على مناسبة بقى الmindset ده، أنا كنت من الناس بقى مش هتصدقوا إن أنا كان بالنسبة لي عارفين أحمد حلمي رمضان جاي، رمضان إمم. أنا الرز باجوع جدًا ما كلتش رز، ما ما كلتش أكلتش رز، رز. أنا باجوع جدًا وبادوخ وباهبّط وما ينفعش أنزل من بيتنا مش فاطرة، يعني أنا من الناس إمم. اللي أصحى لازم أفطر وأفوق،
فكان بالنسبة لي رمضان اللي هو ما حدش يكلمني في رمضان، إمم. مش هانزل، لحد ما اشتغلت بقى على الmindset إني غيّرت النضارة اللي بابُص بيها للصيام. على فكرة الصيام ده detox، ده طريقة بنقول لجسمنا أنت ممكن يبقى عندك طاقة بس من غير الأكل، اهم. من عبادة، من ذِكر، فلمّا قعدت أغيّر الmessages بقيت أحب الصيام جدًا، وبقى عندي طاقة والله العظيم آه. غريبة، وبقيت أفرُك والناس تبُص وصبر لي أنتِ نازلة وحاجات وبتروحي كتير. مشاوير، أنتِ إيه اللي جرى لِك؟ قُلت له ما بقيتش أعرف أقعد، أنا عايزة إمم. أفضل باتحرك. كل ده ال180 درجة دي ده مجرد إن أنا mindset غيّرت مش سلوك. النضارة اللي أنا كنت باشوفه حرمان وجوع، إن أنا بقيت أشوفه الله ده وقيسي كل ده، يعني قيسي ده بقى على كل حاجة، كل حاجة بتغيّري فيها بتلاقي نفسِك بتمشي فيها صح. بمنتهى السلاسة في إيه الموضوع. الmindset اللي اتغيّر بتاعِك في رمضان؟ أنتِ قاعدة إيه اللي تسألينا غيّر؟ صح، ما بتقوليش حاجة. إيه أنا قُلت الmindset؟ أنتهز بقى. آمم، كنت زمان ما باركّزش أوي في العبادات، يعني على قد الصلاة بس. لأ، أنا من الناس اللي كانت بتروح لعمرو خالد إمم. برضه أيوه. وتروح الجامع بدأت جيت في وقت ولأ، ركّزت أوي بقى إن أنا أنزل. يعني من الحاجات اللي اتغيّرت معايا فكرة التراويح والتهجُّد. ممكن يبقى تهجُّد مش طول الشهر، بس ممكن آخر 10 أيام أبقى مركّزة، ما يبقاش بقى في هنقول إيه، عزومات ومش عارف إيه، كل الحاجات دي لأ، بصراحة ال10 أيام إحنا ممكن نعمل أي حاجة طول الشهر يعني، بس آخر 10 أيام بقى نركّز شوية وننزل بقى التراويح والتهجُّد والكلام ده. طيب تعالَ بدل ما نتكلم عن الmemories تعالَ نقول حاجة تانية. قولي رسالة للناس إمم. من الmemories بتاعتِك، إمم. أكِن عاوزة تقولي لهم نصيحة يعملوها في رمضان الجاي. في رمضان ده يعني فكّروا إزاي بجد تطلعوا بأكبر قدر من الحسنات. إحنا لو حد جه قال لنا الشهر ده الساعة ب1.000.000 جنيه، كل واحد هيبقى بيفكّر بطريقة مختلفة تمامًا، وهيفكّر يختار إيه ويسيب إيه ويقنّن إيه، هيحسب عدد ساعات نومه، هيحسب أكله ياكل في قد إيه، عشان هي قصة فلوس. بس لمّا بنيجي نقيسها بحسنات، عادي بقى ساعة لقلبك وساعة لربك. ماشي، هنبقى بعدين نضغط دي في نخلّص، حتة ماشي. التقصير طب عشان ما ماشي، أحسش إني مقصّر. ماشي. كان سؤالك بتقول إيه على أنا دلوقتي لو هاقول للناس رسالة كcoach وكإنسان عادي كان بيصوم واتغيّر في رمضان ورمضان كان فرصة للتغيير ليه، عاوز أقول للناس نصيحة. عارف أنا بقى كان موضوع أو النصيحة اللي أنا ممكن أقدّمها للناس بصراحة في الحتّة دي، هي فكرة إن إزاي تعرف ترتّب وقتك، إزاي تعرف تستفيد من رمضان على قد ما تقدر، إزاي تبقى ت ت تعرف ت هنقول إيه، مش توازن. توازن إمم. ما بين العبادات وما بين الحتّة بتاعتك بقى اللي هو التزاماتك وشغلك وبيتك، لإن دي برضه عبادات، بس خلّينا نقول إن إزاي تبقى عامل عبادات ربنا بقى اللي هي كده، ده شهر مهم جدًا إن إحنا نعرف نعمل فيه الاتنين ونعرف نعلّم نفسنا إن إحنا نعملهم مع طب بعض. ما ده حلو موضوع بقى يا جماعة، إحنا ممكن نتكلم فيه ونشرب قهوة يالّا بينا. ونتناقش في حتة العبادات أنا الحتة الوحيدة اللي في نرمين الديني رمضان في دايمًا الحيط. باحطها وباقول عليها الوقت ما اتأخرش. ماشي. يعني أنت عندك فرصة تسلم النهارده إيدك يا ما هبة. ضبطتش، عندي بُكرة، عندي بعده، عندي إمم. بعده، إمم. عندي يوم 1 يوم 2 ما ضبطتش النهارده في بُكرة، أيوه. اللي هو أنت ليه مركّز اللي هي لو ما ضبطتش من أول خلاص يبقى مش لحظة هتضبط. إمم. بالضبط. أنا دايمًا شايف اللي هو إيه، هو كل يوم فرصة إنّك تكون إنسان جديد. في واحد ممكن بدأ معاه رمضان وبيعمل معاصي قد كده، إمم. وعدّى أول أسبوع في رمضان وهو نفس تسلم الكلام، إيدك يا حبيبتي. وتاني أسبوع في رمضان إمم. نفس الكلام، آه. وفجأة إمم. في ليلة القدر اتغيّر. إمم. أيوه صح. فجأة وهو معدّي سمع آية فاللي هو it's never too late. صح. فرمضان فرصة. طيب قُل لي يا عمرو بقى، إحنا إمتى نقول إن إحنا مقصّرين في رمضان؟ يعني عرّفني كده. ما فيش حاجة اسمها standard. يعني ممكن أكون أنا قدراتي دلوقتي أنا لا قدّر الله عملت حادثة وقاعد في السرير. أنا مش عارف أنزل قيام ليل، الدكتور مانعني من الصيام في دوّة، إمم. أنا مش مقصّر. فأنا كده مقصّر؟ لو أنا ما صليتش التراويح في المسجد. هي الست الوالدة لسه والدة قبل رمضان بكام يوم، هتعرف تعمل زي العادية. أوكي. أكيد لأ، يعني مش إمم. هتقدر تعمل زي العادية.
أكيد، بس هي في الحتة دي أنا اتعلمت بقى حاجة حلوة اهم. بمناسبة أنا في رمضان باحب أركّز بقى أوي، رمضان بقى زي ما قُلنا وعبادات وكده، فابقى بقى ما باهزرش، وكنت وولادي كمان صغيرين، كنت ممكن أبقى فعلًا بقى مشدودة وغلسة لمّا اهم. حد بقى في مذاكرة حاسة إنه معطّلني بقى، فابقى بيني وبين نفسي مثلًا لمّا باجي أذاكر أعمل حاجة من جوايا حاسة يا جماعة حتى القرآن مش عارفة أركّز الصلاة، لحد ما في يوم حسيت بجد ربنا بيكلمني فلقيت فيديو لمصطفى حسني، اهم. فكان بيقول أوقات الأم تبقى قاعدة عايزة تصلي تقرا قرآن كأنه بالضبط بيكلمني. وييجي ابنها يقول لها أنا عايز حاجة مذاكرة وكذا، كذا، فالأم تتضايق وتبقى شايفة إن أنا كنت عايزة اهم. فهو يعني كان بيقول اسألي نفسِك أنتِ بتعملي كده ليه؟ مش عشان أنتِ بتعبدي ربنا وعايزة ربنا يرضى؟ ربنا دلوقتي هيحب إيه أكتر، إنِّك تساعدي ابنِك اللي ما لوش غيرِك والّا إن أنتِ تقفي تصلي قدّامه؟ إمم. أكيد إنِّك تساعدي ابنِك تساعدي اللي ما لوش ابنِك. غيرِك. فأنتِ دلوقتي بتعملي الفعل الأحب لربنا من اللي أنتِ بالنسبة لِك أحب. فلمّا بدأت أشوفها بالطريقة دي، لمّا بقى بييجي لي الالتزامات بقى زي ما أنتِ بتقولي آه، التوازن، اتعلمت إن أنا لأ، شوفيها بمنظور تاني، هي عبادة على فكرة من نوع تاني، إن بالضبط. ربنا هنا دلوقتي الله أنا أهلي وأسرتي اللي عايزة تفطر، أنا دلوقتي باطبخ لهم، أنا باحضّر لهم الفطار ما لهمش غيري، أنا اللي باوصّل بنتي، فبقيت أحُط نيّة وباشوف إن ده دلوقتي عبادة عشان ده اللي عند ربنا هو هيتبسط منّي ما هو أكتر أنا ده وبنتي. ده اللي عمرو كان لسه بالضبط، ما كمان أنا باكمّل بيقوله على آه، كلامه وهو فعلًا فكّرني هل يعني هي فعلًا إمتى فكرة تقولي إنِّك متوازنة، بلاش مقصّرة، تعالي نعكسها، إمتى تقولي إن أنتِ متوازنة في رمضان؟ زي ما كنت بنقول من شوية إن هبة، تصعّبها، تحب تصعّبها، بالضبط، هبة اللي آه. تقول. تحب تصعّبها، لمّا بنبقى عارفين نبقى متوازنين في حياتنا وفي عملنا ومع ولادنا وفي نفس الوقت مع التزاماتنا قدّام ربنا، طيب يعني فرضنا الولاد عندهم امتحانات، لازم أنام بدري عشان ماشي. هاصحى بدري أعمل مش فاكر إيه، حاسة بإيه؟ وأنتِ بيضيع منِّك حاجات، هاقول لك أنا، عنده بكرة امتحان فيزيا. هاقول لك أنا، لأ أيوه. ممكن مثلًا إن أنا أقعد أذاكر له وأخلّص مسؤولياتي تجاهه، وبعد ما أنيّمه أو خلاص أطمن عليه، أتعبّد عادي جدًا. فيبقى أنا كده عملت الاتنين، يعني عملت بس أنتِ مسؤوليتي كنتِ زمان قدّام. مثلًا أقول كنتِ بتصلّي قيام 3، 4 ساعات، دلوقتي أنتِ مش هتكمّلي نُص ساعة. ما هي دي عبادة على فكرة يا عمرو، يعني إن أنا أقعد مع ابني دي برضه على فكرة حتّة يعني عبادة، إن أنا أدّي له من وقتي وأعلّمه وأطلّعه إنسان صالح وأذاكر له، ما هي دي عبادة، ما هو ربنا قال لي أعمل ده، فهي حتّة مهمة برضه لازم نبقى واخدين بالنا منها، مش مثلًا أقول لأ، أنا لازم أنزل الجامع وأقعد من أول المغرب وأفطر في الجامع وأسيب لحد مش عارف بالليل وولادي مش عارفين يعني ياكلوا ممكن فاهم؟ أخين، واحد قاعد في الجامع من العصر للمغرب بيعتكف، والتاني قاعد بيساعد مامته في الأكل ويبدّله، فده عملنا توازن. إمم. وجزء من التوازن هو الصحابة كانوا تُجّار نوايا، أنا آه. هاعمل نفس الفعل بس بكذا نيّة، فأنا دلوقتي أنا نازل أشتغل في رمضان، الثواب على قدر المشقة، أنا باوسّع عليهم في رمضان أو باعمل لهم ذكريات في رمضان، فباحبّبهم من في شهر من أشهر الله الحُرُم، صح. رمضان من الحُرُم لأ، لأ، لأ رمضان sorry هنا باحبّبهم في شهر شهر اللي هو شهر شهر بركة، القرآن. يعني أنا لمّا بابا بيشرب سجاير وبيشرب قهوة، صحي الصبح متعصّب وقاعد بيزعّق فيهم، الرسالة اللي بيقولها للولاد رمضان وِحِش بيعصّب بابا، ماما نزلت المطبخ بتعمل فالجو حَر أو الجو زهقانة. ساقعة فزعّقت فيهم، إذًا إمم. رمضان شهر وِحِش رمضان بيخلّي الناس بيوتّرهم. أيوه، في رمضان توتر بيخلّي البيت فيه للناس. كارثة. طيب بابا بيعمل ده، فاستحضر نيّة إن أنا عشان أحبّبهم في الشهر، إمم. أقول لهم الشهر ده ساعدني إن أبعد عن الغلط. إمم. ماما وهي واقفة في المطبخ بتعلّمهم تقول لهم أنا باطبخ عشان ده أنا باخد ثواب إطعام، واللي عاوز يشارك معايا ويشارك في الثواب هياخد ده. صح. بابا ييجي يقول في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام. ما معناه لا يشكر الناس من لا يشكر الله. أنت لو ما صح. بتشكرش الناس طب أيوه صح. ليه إزاي يتقال لو أنا ما شكرتش الناس مش هاعرف أشكر ربنا؟ إمم. عشان نِعَم ربنا كتير من غير ما تاخد بالك منها. أنا جالي في مرّة العصب السابع ما كنتش باعرف أبربش بعيني، فعينيّا كانت بتدمّع، عرفت نعمة البربشة وأنا ما خدتش بالي. صح. أمّا لمّا أنتِ قدّمتِ القهوة، أنا شايف بعيني قهوة بتتقدّم لي، إمم. فالناس اللي هم بيقدّموا لك حاجة ظاهرة جدًا، أيوه. فأنت لو ما بتشكرش الظاهر مش هتشكر النعمة اللي أنت أصلًا منعم فيها من غير ما تاخد بالك. صح. يعني هو كام واحد أخد باله أنت بتتنفّس عادي، يعني أيوه. أنت
أنا كل يوم باقوم الصبح زهقان. أنت بتقوم الصبح. في أنت مش أصلًا قادرين بتقوم. يقوموا. أيوه بالضبط أيوه. كده. فأنا دلوقتي لو أنا كأب أو كأم، أنا أب جيت قُلت لهم لمّا بنشكر ماما إمم. ده معناه إن إحنا واخدين بالنا من نِعَم ربنا علينا، لمّا بنطبطب على ماما ده جبر خواطر، إمم. لمّا ونقعد نعلّمهم بقى، أيوه بالضبط. نقعد نعلّمهم يعني تعالَ نعمل أكل وندّيه للناس، الأكل لو أيوه. فضل معانا تعالَ ندّي لفلان وفلان محتاج، يعني نعلّمهم القيم والحاجات الجميلة اللي إحنا بنستناها من رمضان لرمضان عشان يفضلوا هم كمان يستنوا، يبقوا أيوه. مبسوطين برمضان. عارف ظاهرة بقى تانية، اهم، الولاد بقوا بيهتموا أكتر بحتّة الNew Year اهم. والChristmas أيوه أكتر وما من أصل يركّزوش ماما مع الولاد. مبتسمة وهي بتعملها، ما أنا بابا مكشّر وهو آه. صايم، يبقى صيام وِحِش. ماما بتبقى ضحكتها كده وبابا ضحكته كده في المناسبات التانية، أوكي. يبقى أنا ذكرياتي هنا وِحشة، مش إحنا اللي وصّلنا لهم عملوا الصورة. رابط يعني، عملوا فتبقى رابط. بالنسبة لهم كده خلاص. إمم. أنتِ دلوقتي لو رُحتِ تخلّصي ورق في الحكومة، تلاقي الموظف نايم وبيتخانق معاكِ، رمضان بيوقّف الشغل، آه. فأنا بالنسبة لي رمضان بيوقّف شغل، أيوه، مش أيوه. شهر عبادة. أيوه في في سلوكيات حد للأسف قال إحنا عندنا لازم ناخد رمضان أجازة، ليه يا أجازة. أيوه، جماعة؟ أيوه. الناس كانت بتحارب وبتنتصر في رمضان على آه، فكرة وغزوات وحروب في رمضان وإحنا أيوه، عايزين أيوه. ناخد أجازة. وأنت لو عندك ثانوية عامة لمّا كانوا بيمتحنوا في فترة من الفترات في رمضان، عادي كان بيمتحن في رمضان أيوه. وبيصحى وفي عادي أهالي جدًا. كانت تقول لك خلّي الولاد يفطروا عشان عندهم امتحان. إيه يا جماعة يفطروا عشان إيه آه، يعني آه، ليه آه. يفطروا عشان عندهم امتحان ليه؟ وفكرة إن إحنا ولادنا يكبروا وهُم لسه ما اتعلموش يعني إيه صيام، يعني ممكن تقابل حد ابنه مثلًا عنده 10، 15 سنة ويقول لك أصل هو بيتعب، أصل هاصوّمه لحد الضهر، أصل هاخلّيه يصوم لحد العصر، يعني وأنتِ أول مرّة صُمتِ وأنتِ كام في سنة عوّدوا، كام؟ عوّدوا إيه؟ كان عندِك كام سنة أول مرّة صُمتِ؟ كنا إيه ممكن ده؟ كان يبقى عندي بيتهيأ لي 7. 7. لأ مش فاكرة. لأ أنا أنا ده فاكرة وإحنا عشان مامي حكت لي يعني. كنا في تقريبًا ابتدائي يعني 7 7، صغيرين، بس 8. مش فاكرة ابتدائي ده 7، كنا إيه 8 7، 8 7، مش 8 فاكرة. في الrange عشان زمان أهالينا كانوا متعودين إن هم أيوه، أيوه. يعلمونا من وإحنا آه. صغيرين، دلوقتي بقى في ناس أيوه. لأ يعني ابني الدنيا حَر، الدنيا حَر أيوه، هيروح أيوه. المدرسة والتمارين وهو صايم والامتحانات. أيوه، آه. أيوه. ف كانت في برضه حاجة جملة حلوة أوي كان الcoach بتاعي مرّة قالها لي، قال لي: "نرمين at the end your kids will do what you do not what you say." يعني صح. في الآخر ولادِك هيعملوا اللي أنتِ بتقوليه مش اللي مش اللي أنتِ أنتِ بتعمليه، بتعمليه، sorry اللي أنتِ اللي أنتِ بتعمليه بتعمليه مش مش اللي أنتِ أنتِ اللي بتقوليه. بتقوليه، صح. فإحنا برضه مهم مثلًا على المثال زي ما كنت بتقول إنه أنا لو عايزة أعلّم ابني يشكر لازم هو يشوفني أنا أصلًا باشكر مامته. صح كده. تسلم إيديكِ تعبناكِ صح، واقفة صايمة في الحر صح. في المطبخ، تسلم إيديكِ إن أنتِ رُحتِ المشوار الصبح تشتري، فأنا الأم شكرًا كتّر خيرك إن يعني برضه حتى لو أيوه هُم على صغيرين عكس ما بيقروش قرآن، بس أنا يعني أنا ذاكرتي وأنا فاكرة مامتي وهي قاعدة ماسكة المصحف بتقرا، أنا اهم، وقتها كنت طفلة مش باقرا، بس اهم. اتحفر جوايا إن أنا أمسك مامي المصحف بتمسك المصحف وبتقرا، بتصلي، بابي بيروح يعني فبرضه إحنا عباداتنا بتحفر في الذاكرة صح. بتاعتهم كل حاجات ده. حتى لو ما عملناش دلوقتي إن شاء الله بإذنك يا رب يعملوها أمّا يكبروا. وسلوكياتنا اللي هو رمضان متعصب ورمضان هادي، أيوه، دي إحنا أهم خايفين من حاجة. رمضان، إمم. أيوه، أيوه. بابا هيقعد يتخانق ويزعق أيوه طول صح، اليوم. بيوت كتير عندها الذعر ده. طيب أنت عارف إن أنت فعلًا، فعلًا هتتعصب قبل الفطار، آخر ساعة ده بتبقى عصبي جدًا. إيه النصيحة اللي نقولها؟ ماما بتتعصب جدًا آخر شوية دول بتبقى متوترة، إمم. أنتِ طب بلاش مثال عليكِ أنتِ، أنتِ أكيد عشان جعانة؟ أكيد كنتِ متعصبة، جعانة. صح حرمتِ يا كده؟ بوجي لأ خلاص. أنا قصدي آخر ساعة دي بتبقي خلاص أعصابِك مشدودة جدًا، آه. إيه النصيحة اللي قُلتيها لنفسِك وعدّيتِ دي؟ لأ أصل أنا يعني باقول لك لمّا غيّرت الperspective ما بقيتش عصبية، فأنا بقيت تمام، باشغِل نفسي. حلو، يعني أنا يعني أنا كنت هنا غيّرت الperspective إن بس. أنا باشغِل، بس أنصح لو حد عنده العصبية اقفل على نفسك ويعني طب ما نقول له ما إزاي يغيّر نتعاملش. الperspective بتاعه. ما هو هيغيّر إحنا يعني اتكلّمنا في حتّة perspective بس أنا قصدي إنه فرضًا ده كان صعب عليه، ما عرفش حتى لمّا غيّر especially في موضوع السجاير ده في رجالة كتير بتبقى أيوه بتبقى إمم، فادخل نام بقى، اقفل يعني مش لازم أبقى باتعامل فباتلكِّك أنا عارف نفسي دلوقتي I'm not okay يبقى خلاص هنا آخد نوم ساحب الظالم بقى. عبادة يعني. بالضبط كده، بالضبط كده. تمام، إيه النصيحة اللي تقوليها هي مش عارفة تنظّم الدنيا والدنيا فتحت منها وده راجع من المدرسة وده كذا، باجري حوالين نفسي، وممكن أبقى طالعة التمرين وراجعة، اللي هو لمّا نعمل التوازن في ده تعمله إزاي من غير ما تحس إن أنا مضغوط؟ بُص أنا عندي وجهة نظر في الموضوع ده، أنا باشوف إن الست الشاطرة هي اللي تعرف تنظّم وقتها، إمم، وتنظّم وقتها بشكل يبيّن إن هي مش مضغوطة، وهي تبقى مقتنعة بده، تمام، يعني تدّي شوية
تعرف تدّي لولادها، تعرف تدّي لبيتها، تعرف تدّي لعباداتها، لمّا بتعرف تعمل كل ده بتبقى نفسيًا هادية. فأنا باشوف إن هي لازم تبقى عارفة، لو الأول ما بتعرفش يبقى تعمل جدول تمشي عليه، فهمت. واحدة، واحدة اتعلم scheduling time كده. management. أيوه. بالضبط time management. أنا شايف حتة التوازن أنتِ قُلتيها، أنا لو مش باعمل حاجة لنفسي هابقى مضغوط، ولو مضغوط هاضغط اللي حواليّا، أمّا طول ما أنا ما بانساش نفسي مبدئيًا فجزء من التوازن. 2 هو فكرة الحدود بتتحط زي رقم 1 قدرتك إيه؟ أنت تقدر على إيه؟ أنا ما باحبش حد يعلّي صوته عليّا، فأنا الحدود بتاعتي محطوطة إن الصوت العالي ما يقبلش، هتيجي تعلّي صوتِك مش هاقول مش هاعدّيها وانفجر في الآخر، ده خط أحمر بالنسبة لي، دي حدودي. فأنا جزء منها حدود قدراتي، أنا أقدر أعمل إيه؟ أنا في الصيام مش هاقدر أعمل عزومات، باتعب. أنا لو يوم العزومة هيتعمل خلّيه يوم جمعة، عشان كده أبقى مثلًا قايم براحتي. طيب لو في ضيوف هييجوا أنا باروح أصلّي بعديه أو باعمل حاجة، فأنا عارف إن حدود قدراتي النهارده إن الضيوف دول هيمشوا الساعة 11:00 يبقى ما فيش حاجة اسمها أصلّي بعديه على طول، أوكي. تمام؟ عارف حدودي، فأنا عارف باحط plan متوازنة. فاهمة. أنا من الناس اللي اللهم بارك يعني باحط الخطة بتاعة ثانوية عامة أو المذاكرة بتاعتي جميلة والله. باين يا عمرو لا باين. والله، اللي هو إيه، ده ساعتين، ده ساعتين، حبيبي أنت عملت 8 ساعات مذاكرة، أنت اليوم اللي قبله ما ذاكرتش ربع ساعة على بعض، عملت 8 إزاي؟ ما فيش أي قدرات لا صحتك ولا لياقتك ينفعوا في الكلام ده. ما هو لأ، أنا بصراحة في أيام الثانوية العامة والحاجات دي ما كنتش باعرف أعمل حاجة زي كده إمم، خالص، خالص. إمم، أو كجداول وحاجات؟ لأ، وما كنتش باعرف أصلًا فكرة إن أنا أقعد على الكتاب وأذاكر وكده، لأ، إمم. ما كنتش باحس إن أنا أصلًا عارفة أعمل ده كده أصلًا. توازي؟ لأ آه. أنا عارف قدراتي في حاجة واحدة بس، إن أنا بالليل الpeak بتاعي بيبقى أعلى، فأنا كنت بابتدي المذاكرة الساعة 10:00 بالليل. أنا عكسِك. أنا العكس. لا، إحنا أنا الصبح morning بالنسبة person. عندي صباح أنا الخير. morning ده لمّا حد person. بيقول لي في تصوير مثلًا الساعة 9:00 أقول له اسمها 9:00 ما اسمهاش 9:00 دي، يعني إيه نصحى ليه لأ، نصحى إحنا بدري؟ morning person، إحنا أنا الاتنين morning عكس جدًا. حضرتك لا، بقى. لأ، لا، لا. لأ، اتفضل يا فندم. في كان عملت podcast مرّة مع coach إلهام، إن هم بيقولوا بتصحى 4:00 ما شاء 5:00 الله. تبقى في الشارع بتلعب رياضة. آه. خلصت قعدتنا، بس اللي بيننا عمره ما هيخلص، واستنونا في الحلقة الجاية اللي بيننا.